سنوات طويلة شكلت أندية الهلال والاتحاد والشباب ثلاثي المنافسة على ساحة الصراع على الصفحة الأولى من فيلم الدوري السعودي للمحترفين، وتراجعت أندية كبرى بتاريخها وجماهيريتها وإنجازاتها إلى مواقع الوسط بسبب قيامها بتجديد صفوفها بعد سنوات طويلة من الثبات في العناصر. النصر عاش هذه المرحلة خلال السنوات العشر الماضية، وإن كانت مرحلة التجديد الحقيقية في النصر لم تبدأ إلا مع رئاسة الأمير فيصل بن تركي للنادي بسبب الفاتورة المالية المرتفعة لذلك التجديد، وهي المهمة التي لم يستطع أحد من رؤساء النصر التصدي لها منذ رحيل رئيس النادي الأسبق الأمير عبد الرحمن بن سعود. النصر استخدم لخطة التجديد عدة ملفات. الأول هو إبقاء اسم النادي في ساحة المنافسة ولو إعلاميا، والثاني تجديد العناصر بشكل هادئ وتدريجي، والثالث وهو الأهم تعاملت المدرجات النصراوية مع فريقها الذي يوصف بالعالمي لكونه قد تأهل إلى كأس العالم للأندية عام 2000 تحت شعار لن تسير وحيدا يا نصر، وقامت بدعمه بشكل غير مسبوق حتى أصبح اللاعب النصراوي يخشى ردة فعل جماهيره إذا لم يقدم جهده الكامل داخل أرض الملعب، وهو الدور الحقيقي للمشجع بدلا من تواجده في المدرجات صامتا كمشاهد لفيلم سينمائي. صدارة النصر بلا شك تعد مؤشرا مهما على تداول المنافسة في الكرة السعودية، وهو دليل على قوة الدوري عندما يكون هناك 4 أو 5 أندية تتنافس على المسابقة الرئيسية بعد سنوات طويلة ظلت المنافسة محصورة بين فريقين أو 3.